في مكان على الأرض، الطبيعة فيه شكلها أقرب لفيلم مش واقع. جبال خضرة بلون مش طبيعي، بحيرات فيروزية كأنها اتعدلت بالفوتوشوب، وأماكن اتصورت في أفلام عالمية زي Lord of the Rings. نيوزيلندا خلت ملايين يحلموا يزوروها، بس السؤال الحقيقي اللي محدش بيجاوب عليه بصراحة: هل هي فعلا جنة على الأرض ولا مجرد صورة حلوة على إنستجرام؟ في الحلقة دي هقولك الإجابة كاملة. هتروح فين؟ تعمل إيه؟ والأهم، هل تستاهل السفر فعلا ولا لأ؟ نيوزيلندا موجودة في جنوب غرب المحيط الهادي، بتتكون من جزيرتين رئيسيتين، الشمالية والجنوبية. مساحتها 268,021 كيلومتر مربع. عدد سكانها حوالي 5 مليون بس، يعني طبيعة مفتوحة ومساحات ضخمة بدون زحمة. كل منطقة فيها شكل مختلف تماماً عن التانية، من البراكين في الشمال للجبال التلجية في الجنوب. تخيل إنك تسافر 4 ساعات بس بالعربية وتغير العالم بالكامل. نيوزيلندا مش مجرد بلد طبيعته حلوة، دي مكان بتحس فيه إنك داخل فيلم خيالي. الغابات خضرة بشكل مش طبيعي، الجبال بتطلع من البحر مباشرة، والشلالات بتنزل زي الستاير. عشان كده اتصورت فيها Lord of the Rings كلها. المخرج بيتر جاكسون قال إنه ما محتاجش CGI كتير، المكان جاهز للتصوير من أول يوم. بس خليني أقولك سر، الجمال ده مش بس في الصور، ده في الإحساس. هتحس إنك بعيد عن كل مشاكل الدنيا. خلينا نبدأ بأهم الأماكن في نيوزيلندا. كوينزتاون، عاصمة المغامرة. لو في مكان في نيوزيلندا ممكن يختصر لك التجربة كلها فهو كوينزتاون. مدينة صغيرة بس محاطة بجبال من كل ناحية، وقدامها بحيرة واكاتيبو اللي شكلها لوحده يخليك تقف تتفرج بالساعات. بس كوينزتاون مش مجرد منظر، دي عاصمة المغامرة في نيوزيلندا. هنا تقدر تعمل حاجات مش هتلاقيها بسهولة في أي مكان تاني. بونجي جامبينج من أعلى أماكن في العالم، تجربة مش لأي حد. سكاي دايفنج، تقفز من الطيارة وتشوف المدينة كلها تحتك. جيت بوت، مراكب سريعة جدا بتعدي بين الجبال بسرعة مرعبة. حتى لو مش بتحب المغامرة، المشي حوالين البحيرة لوحده تجربة تستاهل. اللي يميز كوينزتاون فعلا إنك في أي لحظة تبص حواليك تحس إنك جوه مشهد من فيلم. الجبال، المية، والهدوء الغريب اللي بيخلي المكان مريح جدا. حاجة لازم تاخد بالك منها: المدينة صغيرة، وفي مواسم السياحة بتبقى زحمة جدا، فلو ناوي تروح احجز بدري خصوصا في الصيف. ميلفورد ساوند، أعجوبة الطبيعة، واحد من أفضل 10 أماكن في العالم حسب ناشونال جيوغرافيك. الهدوء فيه مش طبيعي، جبال عملاقة طالعة من المية مباشرة، وضباب مغطي المكان كأنه مشهد من فيلم. ليه المكان ده مميز فعلا؟ ميلفورد ساوند مش مجرد منظر، ده مضيق بحري طبيعي اتكون من آلاف السنين بسبب الجليد. واللي بيميزه بجد إن الشلالات هناك مش ثابتة، كل ما المطر يزيد عدد الشلالات يزيد، يعني ممكن تزوره مرتين وتشوف مكان مختلف تماماً. الأفضل طريقة تشوف بيها المكان هي رحلة بالقارب وسط الجبال، تمشي بين صخور عملاقة وشلالات بتنزل جنبك مباشرة، وأحياناً توصل لدرجة إنك تحس إنك داخل جوه المشهد مش بتتفرج عليه. ميلفورد ساوند مش مكان فيه نشاطات كتير، هو مكان تحسه: الهدوء، الصوت الوحيد للمية، والإحساس إنك صغير جدا وسط الطبيعة دي كلها. وده اللي بيخليه تجربة مختلفة عن أي مكان تاني. حاجة لازم تعرفها: الطريق للمكان نفسه طويل وممكن ياخد 4 ساعات أو أكتر، والجو هناك متقلب جدا، مطر في أي وقت. بس الغريب إن المطر هو اللي بيخلي المكان أجمل. هوبيتن، أرض الخيال، تحس فيها إنك خرجت من الواقع ودخلت عالم تاني خالص. بيوت صغيرة في قلب التلال، وأبواب ملونة، وتفاصيل معمولة بدقة غريبة. واحد من أشهر مواقع التصوير في العالم. ليه المكان ده مميز؟ هوبيتن هو المكان اللي اتصورت فيه مشاهد من Lord of the Rings with the Hobbit. بس الفكرة مش في الأفلام بس،
الفكرة إن المكان نفسه اتساب زي ما هو، قرية كاملة اتبنت عشان فيلم وبقت مكان حقيقي تقدر تزوره وتمشي فيه. التجربة هناك وانت ماشي في هابيتن مش هتحس انك بتتفرج، هتحس انك جزء من القصة. تمشي بين البيوت، تشوف التفاصيل الصغيرة وتلاقي كل حاجة متصممة كأنها عايشة بقالها سنين. حتى النباتات مزروعة مخصوص عشان تحافظ على شكل المكان. اللي يميز هابيتن مش حجمه، لكن الإحساس اللي بيديهولك. هدوء بس فيه حياة، خيال بس ملموس، مكان بسيط بس تأثيره كبير. حاجة لازم تعرفها: الدخول بيكون عن طريق تورز بس، مش مسموح تدخل لوحدك، والتذاكر بتخلص بسرعة خصوصا في المواسم. سعر التذكرة حوالي 80 ل 120 دولار، وده بيشمل الجولة الكاملة جوه المكان. هوبيتن مش مجرد موقع تصوير، ده مكان يخليك تحس إن الخيال ممكن يبقى حقيقي ولو للحظات. روتوروا، أرض البراكين والثقافة. الأرض فيها مش ثابتة زي ما احنا متعودين، بخار طالع من كل حتة، ومية بتغلي من تحت الأرض، وألوان غريبة كأنها مش طبيعية. المكان ده اسمه روتوروا، وأغرب مدينة ممكن تزورها هناك. ليه روتوروا مختلفة؟ روتوروا مبنية على منطقة نشطة حرارياً، يعني تحت رجليك في طاقة من باطن الأرض، وده اللي بيخلي المكان مليان ينابيع سخنة، جيزرز، وبرك طين بتغلي فعلياً. في أماكن هناك ألوانها مش طبيعية، أخضر، برتقالي، أصفر، وده بسبب المعادن اللي في المية. وأشهر مكان واي أو تابو، اللي شكله كأنه لوحة مرسومة مش حقيقية. روتوروا مش مكان هادي ولا مريح زي باقي نيوزيلندا، في إحساس غريب كأن الأرض عايشة وبتتحرك تحتك. بس خلي بالك، ريحة المكان مش ألطف حاجة، ريحة كبريت قوية ممكن تلاحظها أول ما توصل، بس بعد شوية بتتعود عليها. التكلفة: الدخول للأماكن الحرارية من 20 ل 40 دولار حسب المكان والجولة. روتوروا مش أجمل مكان في نيوزيلندا، بس يمكن يكون أغربهم، وتجربة زي دي مش هتلاقيها في حتة تانية بسهولة. ليك تيكابو، بحيرة اللون المستحيل. أول حاجة هتلاحظها إن لون المية مش طبيعي، أزرق فيروزي، درجة لون كأنها متعدلة، بس الحقيقة إنها طبيعية 100%، واحدة من أجمل البحيرات في العالم. سر اللون الغريب: اللون ده مش صدفة، المية جاية من ذوبان الجليد، ومحملة بجزيئات صغيرة جدا بتعكس الضوء بطريقة تخلي اللون بالشكل ده. عشان كده المنظر هناك مختلف عن أي بحيرة تانية. التجربة هناك مش بس البحيرة، في مواسم معينة المنطقة كلها بتتملي ورد بنفسجي جنب المية مباشرة، والمشهد ساعتها صعب توصفه بالكلام. بس أهم حاجة في ليك تيكابو مش بالنهار، بالليل. المكان ده واحد من أفضل أماكن في العالم لمشاهدة النجوم. سما مليانة نجوم، ومجرة درب التبانة واضحة جدا كأنك شايفها بعينك لأول مرة. ليك تيكابو مش مكان نشاطات ولا مغامرة، هو مكان تهدى فيه وتفصل عن كل حاجة حواليك، تحس فيه إن الوقت أبطأ وإنك أقرب للطبيعة بشكل غريب. التكلفة: الزيارة للمكان نفسه مجانية، لكن لو حابب تجربة مراقبة النجوم من 50 ل 150 دولار حسب المكان والتلسكوبات. حاجة لازم تاخد بالك منها: أفضل وقت تشوف فيه النجوم لازم يكون الجو صافي، وكل ما تبعد عن الإضاءة التجربة تبقى أقوى. ليك تيكابو يمكن يكون أهدى مكان في نيوزيلندا، بس في هدوءه في جمال يخليك تفضل فاكره طول عمرك. نيجي بقى للتكلفة. نيوزيلندا مش رخيصة، بس تقدر تسيطر عليها. إقامة هوستل 20-45 دولار، فندق متوسط 80-120 دولار، فندق 5 نجوم 120 دولار أو أكتر. أكل 10-30 دولار للوجبة، بس لازم تجرب الهونجي، أغرب تجربة أكل هناك. طريقة تقليدية من شعب الماوري، الأكل بيتحط تحت الأرض ويطبخ بحرارة الحجارة. الطعم مدخن ومختلف، وتجربة أكتر من مجرد أكلة. المواصلات عربية 50 ل 90 دولار يومياً،
متوسط أسبوع كامل $900-1600 لشخص واحد. لو عملت بادجت سمارت ممكن تنزل تحت $1000. لو حبيت تسافر نيوزيلندا لازم تخلي بالك من اللي جاي. المسافات طويلة جدا، الطقس ممكن يتغير 4 فصول في يوم واحد، لازم تخطط وتحجز مسبقا. نصيحتي الذهبية: خد 12-15 يوم على الأقل، وركز على جزيرة واحدة أول مرة. أفضل وقت ديسمبر إلى فبراير، صيف هناك، جو مثالي. نيوزيلندا مناسبة جدا لمحب الطبيعة والمغامرة وصناع المحتوى، مش مناسبة لو عايز رحلة رخيصة جدا أو سهلة وسريعة وسهلة. نيوزيلندا مش مجرد بلد، دي تجربة بتغيرك، مكان هتحس فيه إنك بعيد عن العالم وقريب من الطبيعة بشكل ما تتخيلوش. بس زي ما قلت، مش أسهل ولا أرخص رحلة، بس لو قدرت هتبقى واحدة من أحسن رحلات حياتك. قولي في التعليقات دلوقتي، لو سافرت نيوزيلندا أول مكان هتروح له فين؟ كوينستاون ولا ميلفورد ساوند؟ ولو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان الرحلة لسه مكملة حول العالم.